أهلا ومرحبا بك عزيزي المستمع في أولى حلقات برنامجك قانون الجذب فن الحياة. قانون الجذب هو أبو القوانين الكونية، وبمعرفته تكون قد عرفت سر الكون. ببساطة، قانون الجذب هو أنك أنت تجذب ما تشعر بما تفكر به، أي أنه عندما تفكر في فكرة ما فشعورك نحو هذه الفكرة هو الذي يتحقق. إذا أردت أن تجذب شيئا ما، عليك أولا أن تستشعر حصولك على هذا الشيء لتجذبه، فاستشعارك بالنعمة مرحلة أولى لجذبها، ولذلك فوفق قانون الجذب تعتبر مشاعرك أهم من أفكارك للجذب. وفعلا عزيزي المستمع، أفكارك تنعكس على واقعك الذي تعيش فيه. إذن كل ما يحدث لك أنت الذي استجلبته. دائما تجلب أشخاصا وأحداثا ومواقف مطابقة لمشاعرك. هل تجد دائما أمامك من يلومك ويقلل من شأنك؟ لأن هذا هو انطباعك نحو نفسك. الأمور المادية دائما ميسرة معك لأنك شخص كريم ومعطاء. تريد أن تعرف طبيعة مشاعرك؟ راقب بيئتك والمحيطين بك لتكتشف ما يدور بداخلك. تريد أن تجذب المزيد من الإيجابيات من حولك؟ تأكد وجودها بداخلك أولا، فالكون يستمر بإعادة تشكيل نفسه ليعكس لك حقيقتك. تريد أن تعرف مستقبلك واتجاهك في الحياة؟ صف أحاسيسك، صف بما تشعر، فهذا الإحساس أو الشعور هو الذي يبين لك طريقك واتجاهك. يبقى دائما داخلك مقابل العالم الخارجي الذي تعيش فيه. الطريقة التي تفسر بها الخارج هي بالذات رؤية لما في داخلك. إذا كنت تريد أن تجذب شيئا ما لحياتك، أعره انتباهك بأفكارك وكلماتك وأعمالك، فكما قال أينشتاين: كل شيء ثابت حتى يراقب. وهذا ما سنشرحه في الحلقة المقبلة، فتابعونا.